بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. شباب عشاق الكرة المستديرة أينما كنتم أينما حللتم، مساء الطيبات عليكم. نجح اليوم الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي واجه الاتحاد السكندري على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية بالمباراة المؤجلة من الجولة 21 بالدوري، وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 10 من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل ضد حسين الشحات، وأحرز محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة مباشرة لأسيست بيرسي تاو. بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 75 في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة، ويحتاج المارد الأحمر إلى نقطتين فقط لحسم اللقب. حسم الأهلي لقب الدوري الموسم الحالي رغم تبقي عدد من مبارياته المؤجلة، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 31 مباراة. أما نادي الاتحاد فقد انتهى موسمه في الدوري الممتاز، فهو بعيد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية وبعيد عن مراكز الهبوط، حيث يقع في المركز الثامن برصيد 42 نقطة. القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023 هي اون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في المحروسة، كذلك مباريات المنتخب المصري الودية وبعض الرسميات. وستخصص الإذاعة الشبكة المصرية القناة الأولى اون تايم سبورت 2 لإذاعة مباراة الأهلي والاتحاد. افتتح التونسي أول أهداف الأهلي في شباك الاتحاد من ركلة جزاء بالدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني بالدقيقة 13 من زمن اللقاء. بهذا الفوز عزز النادي الأهلي صدارته لترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة ويتفوق بنقطتين عن فريق الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة. يحتاج النادي الأهلي نقطتين فقط لحسم لقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون انتظار نتائج منافسه بيراميدز. وفي حالة فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة المقبلة يتوج رسميا بلقب بطولة الدوري المصري دون انتظار نتائج بيراميدز، ويمكن للأهلي حسم لقب بطولة الدوري المصري قبل مباراة القمة أيضا، وذلك في حالة تعادل أو خسارة بيراميدز مباراته المقبلة ضد سيراميكا كيلوباترا يوم 10 يوليو في الدوري المصري. الجدير بالذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو ضمن منافسات الدوري المصري. انتظروا الكلاسيكو القادم يوم 13 من شهر 7 الجاري.